بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لزميلي من جدة وزملائي في الاستوديو، واهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام الى حلقة جديدة من المشير جدا. مساء الفل للناس الكل. تمارين نوعية وحركات استعراضية يجريها المشير في هذه اللحظات توحي بأنه كلاسيكي النار لا تنقصه المتعة والإثارة. شيء كبير يا عمري. هو حكم المباراة يستعد هو الآخر لإدارة هذا اللقاء الكبير. المساعد عميق ركني يجرب الإشارة إذا مضموطة والصفارة إذا شغالة، على ما يبدو أنها مش شغالة والمباراة على وشك البداية. يا الله سترك، يا الله خرجك. شنو هذا يا عمري؟ يا عمري الناس بدأت تلعب وانت جالس تجرب الصفارة. ايوه عاود، ايوه يا سلام. انطلقت الصافرة وحلقة جديدة. يسعد جوكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. حلقة جديدة وموضوع جديد. بسم الله. رحب على الوعد حنا نبتدي. على الوعد 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 على الوعد. في 2010 فازت قطر باستضافة كأس العالم كأول دولة عربية تستضيف هذه البطولة. بعدها مباشرة رفع القطريين هذا الشعار: على الوعد على الوعد على الوعد، في القنوات، في المحافل، في اللقاءات، في الشارع، في كل مكان شغالين على هذا الوعد. وفعلا بعد 12 سنة أخرجوا أفضل نسخة لكأس العالم على الإطلاق. ما فيش أفضل من الوعد، إذا وعدت أوفي. عندك مدرب المنتخب اليمني طلع من أول يوم، من أول دقيقة، قال لا أعد الجمهور اليمني بأي شيء. إنسان واضح، ما بيش ولا حاجة يقدمها. سيذكرك التاريخ. نجي للموضوع الأساسي. قبل 9 سنين نظم الحوثيين انقلاب، ومن وسط مران لا ميدان السبعين وهم بيصرفوا وعود: وعد مدارس، وعد حدائق، منتزهات، وعد إسقاط الجرعة، وعد سحق الاستكبار العالمي، وعد إسقاط أمريكا، وعد بالفور، وعد الجن. قفز مثل هذا اليوم سيل المغامرة بثورة لتأسيس واقع جديد. خرجنا في أول يوم بأول مظاهرة نزف اليمن من ليلها لأنهارها. بناء الدولة المنشودة بمشروع قرآني ورؤية معاصرة. بناء يمن جديد من أجل يمن قوي. عزمنا على تحريرها وازدهارها. وجيش قوي. لأن اليمن كان قد شارف على الانتهاء. من أجل حرية اليمن واستقلاله والعدل أساس الحكم. بات بالإمكان أن تتحول الفرقة الأولى مدرع إلى حديقة. لولا ثورة 21 سبتمبر لكانت البلاد في جحر الحمار. ليش أيهن الأفضل؟ سيد ولا الحماء؟ سيد حماء. سيد حماء. سيد الحماء. لا. طبعا ما نتشائمش ولا يأس. أنا عن نفسي على الحياد تماما. أي وعد ويتم أفرح به، أي إنجاز وتنفذ أشيد به، أي هدف وتحقق إحنا معه. بس هل في هدف تحقق؟ نعمل مراجعة. أيش كان أول وعد؟ الذي يسأل ماذا حققت الثورة؟ فثورة شعبنا هي ثورة ضد الفساد. أتت لتحقق العدل. قصت يد العابثين. المشكلة مشكلة الفساد. إجراءات ذات أهمية كبيرة جدا للحد من الفساد. أطهر من خلق الله في أرض أنصار الله. ضد الفساد الذي تسبب ببؤسه ومعاناته وحرمانه. لتنهي الفساد. نعم. الفساد من الكرة الأرضية. قلبي الصغير لا يتحمل. ايش القوة هذا؟ ايش العزة هذا؟ ايش بحة الصوت؟ ايش الزئير؟ عاد كل زئير
ايش قال حمود؟ أطهر من خلق الله في أرض أنصار الله. أطهر من خلق الله أنصار الله. متأكد أنت من نفسك؟ أطهر يعني نبلغ الشباب أنكم أطهر شيء، وأنا أقول ليش ما بتغسلون؟ لتنهي الفساد. نعم. الفساد من الكرة الأرضية. هذا أول هدف تحقق من زمان، وإحنا نحلم القضاء على الفساد في اليمن. تخيل اليمن بدون مفسدين، هؤلاء حققوه. لن نوفر أي حماية لأي فاسد. كلمة شكر قليلة، تكريم قليل. أين الكأس؟ شيل 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 يا طويل العمر، شيل شيل يا طويل العمر، شيل شيل البطولة، شيل شيل البطولة. ستوب مالك؟ تقنية الفار، هذا تقنية ما تقدرش تغالط فيها، تسجل لك بالصوت والصورة. هذاك زمان المغالطة. لحظة، مش هدف. متأكد؟ متأكد. شوف بنفسك، تقنية ما تغالطش. لا تقتل المتعة يا مسلم. الظلم ازداد، النهب ازداد، كل شيء ازداد. احنا امام سيل يعرف من الفساد. هذاك معاه 5% وهذاك معاه 25% من الإيرادات الدولة. تكرر شخص معاه 5% من إيرادات الدولة. اللهم افعرنا واغنيهم. واحد وقع راتبه 160 مليون في شهر بس مخصص. اللهم خذ مننا وديهم. واحد وظف أسرته، واحد يعني ايش اقول لك، انساب وانساب عمته كلها قديم محل قسع على المسبح. اللهم شلحنا وغطيهم. واعرف في راس الدولة واحد معاه 8 وظائف. اللهم انفخنا وفسير. التفت عمران، ايرادات تجي تبصر حق المحافظة ويني ما نشتري. والله العظيم ان الفساد في جميع مفاصل الدولة، من مدير تنفيذي في مديرية الى اعلى هرم. داري ايش اسمه هذا فشل، ما تقولش تغيير، هذا فشل. اوف، شعره هذا الفار، امانه شعره كان هدف مضمون واضح. مالك يا رجال، مالك؟ سهل عاد، الوقت امامنا، المسيره مستمره، نحقق 1000 هدف. لا تبكيش. قلت لي كم بيستلم واحد وقع راتبه 160 مليون في شهر بس مخصص. كيف بدي الحق تعدها، مش تصرفها، تعد بس. ايوه قلت لي الثاني كم بيستلم؟ هذاك معاه 25% من الايرادات الدوله. 25% من ايرادات الدوله، يعني من الجمهوريه اليمنيه كلها بيستلم وحده بيسلخها 25%. يا رجال والله لو كان جدك شراكه مع قوم تبع وذي يزن وسبأ وحمير والكنعانيين، والله ما تاخذ 25. مالك؟ الصدق مكافح على الفساد، بس والله ما مقطع قلبي الا هذا. واحد معاه 8 وظائف. 8 وظائف، كيف بيفعل؟ كيف بيداوم؟ كيف بيصير؟ كيف بيصم؟ ايش التخصص هذا الذي تدرسه ويدي لك 8 وظائف؟ عزيزي العاطل عن العمل، شوف النعمه الذي انت فيها، ضع نفسك مكان هذا. بس مع هذا ماني يأس، يعني الهدف ضاع يضيع، المسيره لا زال. شباب شدوا الهمه، في اهداف كثير. دولنا الهدف اللي بعده، الوطن الواحد والدين الواحد والأمة الواحدة. إذن لا عودة لزمن الإمامة أو أن يكون حاكم اليمن من البطنين كما معروف في الثقافة الزيدية الحوثية. بالتأكيد نحن ما نراه أن تكون دولة مدنية ذات انتخابات، الرئاسة فيها وجميع مؤسسات الدولة تكون وفق الديمقراطية المعروفة. بناء الدولة المنشودة التي يتطلع إليها أبناء شعبنا اليمني العظيم بكل أطيافهم. نبني دولة محترمة عادلة للناس كلهم، تحترم الجميع. هدف واضح لا غبار عليه ولا نفس. لحظة، مالك مستعجل؟ ايش لحظة؟ ايش باقي؟ طيب تعال شوف، ليش بتحمس؟ ولا اشتي اشوف، اصلا واضح. طيب الحكم انا ولا انت؟ ما تحتاج اصلا حكم، هدف لا غبار عليه، واضح وضوح الشمس. قد بيقول لك وطن يتسع للجميع، يحكم بالقانون، ما فيه لا سيد ولا عبد ولا شمالي ولا جنوبي، لا عيال فاطمة ولا عيال زينب ولا حد، الناس سواسية كأسنان المشط. ايش باقي؟ الكأس ناو، حرام انهم يستاهلوا. الآن
شيل 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 يا طويل العمر شيل شيل يا طويل العمر شيل شيل البطولة شيل شيل البطولة. مالك؟ اوفر، حماسك وفرحك اوفر. احتفلت الان، افتهنت. ايوه، بخرب عليك الجو الفرائحي. شوف الواقع. يعني السيد عبد الملك وعلام آل البيت عليهم السلام مصطفون من الله سبحانه وتعالى. الحين تتكلم من جد ولا تمزح؟ بشراك يا أم الحسن والحسين. مبروك مبروك مبروك. بشراك قائدنا في اليمن من ذريتك. متفقين ان السيد في مقام طالوت، في مقام بل هو علم من اعلام آل بيت النبي. الله يخرب بيت ابوك. الذين يحملون الجينات منك ومن علي، هؤلاء من ذرية علي والزهراء ورسول الله. يعني السيد عبد الملك نصلي على في صلاتنا كل صلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. شفت حماسك الزائد والغلو في الفرحة. أسنان المشط طلعت أسنان المشط. حمود، مالك يا حمود؟ صلي على رسول الله. أنت ما بتقول اجمع دوما؟ تخيل شيبة يصير يصلي ويتوضأ ويخرج بين البرد ويقطع مسافة ويحجز الصف الأول ويكبر ويركع ويسجد ويصلي التشهد اللهم صل على محمد وعلى حسين أخوه وعلى أبوهم بدردي وعلى فليته وعلى أبزيائه وأنسابه وعلى العائلة جميعا وعلى حسين الملحي ومحمد العماد وعلى مشرف الحارة وخرج الكشف خطايا قراء وغدو في آخر عمره يدور الأسماء لا ينكعس وبعدها يسجنوه. صلي على رسول الله. ايش من دين هذا؟ اذا قدوا هكذا والله ما امام الله حل واحد. طيب طيب طيب. معقول الى الان ولا هدف؟ ما لك انت كل شويه مكنتني الفار. سكيوز مي، تقنيه لا غلطك ولا انت غلطني. والله انها مبيوعه باين ولا اهداف واضحه. انا لا اسمح لك انك تشكك في نزاهتي. عندك الشاشة وعندك اللاعبين، ما حد بيغلط. لا في غلط، والله في غلط. الآن تشوف التكتيك الجديد وفي خطة جديدة وفي تبديلات وتغييرات وتشوف الآن أول هدف. يا ريت. جاءت ثورة 21 من سبتمبر واستعدنا قرارنا السياسي بأيدينا بفضل الله، وأصبح قرارنا بيدنا، ما حد بيتحكم علينا الآن. إحنا في صنعاء القرار بأيدينا، ما احناش قابلين ان احنا نؤمر لا للايرانيين ولا للامريكيين ولا للسعوديين ولا لاي كان. ونحن في معركة التحرر والاستقلال والتي هي شعار بارز لثورة 21 من سبتمبر. لا نتلقى ولا امرا واحدا من ايران. لا تتدخل ايران على الاطلاق في اي تفصيل من تفاصيل الشأن اليمني. الموقف الإيراني لا يتدخل، وحتى نحن في نقاشاتنا لا تحضر إيران ولا يحضر هذا الكلام الذي يكون في وسائل الإعلام. لا نفاوض باسم إيران وإيران لا تفاوض باسمنا. أقول هذا جازما وأتحدى من يثبت غير هذا الكلام أتحداه. يس، هذا هدف ولا كلمة. ماذا الحين؟ هدف واضح وضوح الشمس. لحظة شوف، قلت لك تغيرت الخطط، تغيروا اللاعبين. هذا اللاعب هذا الأصلع أنا مدور من أول بين اللاعبين. هذا إذا دخل أهداف حارقة ولا تقول لي تسلل ولا تقول لي فار ولا تصفر. ممكن تعترف مرة أنه هدف واضح؟ هذا اشتي أهداف 5 6 7 8 الآن ولا توقف. أنت بس متأكد من كلامك، انتبه أنا راكن. ويتحدى إيش قال؟ وأتحدى من يثبت غير هذا الكلام. يتحدى، هذا الناطق الرسمي باسم الفريق، بيقول لك أتحدى جيب لي إيراني دعم أو فعل أي شيء. هذا الجماعة عندها السيادة خط أحمر ممنوع الاقتراب. ماذا عن اليمن؟ هل تقدمون الدعم للحوثيين؟ نحن ساعدناهم في تكنولوجيا صناعة السلاح، لكن صناعة السلاح تتم في اليمن. نعم لا ننكر ذلك، وهذا أيضا بالنسبة لنا موقف نشكر إيران على ذلك، ونتمنى أن تستمر إيران في هذا الدعم. افتضحت جدك شاعخي. وكنت أتمنى من إيران أن تدخل عسكريا لليمن. احمل مؤخرة. إيران وقفت إلى جانب اليمن. المجرمين لبعضيها. ايش بتقولوا لما يجي روحاني الى صنعاء؟ عليك
وشفتم السيد الخامنئي في صنعاء أو في صعدة. فلنمشي على خطى الإمام الخميني وبس، المعدن اللف والدوران. صدق معك حق. بنرفع علم إيران في كل شارع. شو انك مزوي وبتقدر مقامات الناس. ليس عيبا، نحن لا نعتبر اي علاقه مع الجمهوريه الاسلاميه عيبا. انا حبيتك في الله حب هستيري. نحن ابوه وامه المشروع الايراني، نحن معه. نحن نفتخر بعلاقتنا بايران وحزب الله ونتشرف بهذه العلاقه. شوف الحلاوه. نعم نتولى الإمام الخميني، وأشهد الله أنا خالد أني أعتقده من أولياء الله وأعلام الهدى في زمانه. باين عليك دجال. ايه يا حبيبي، انا مع المعسكر الايراني ومع المحور الايراني ومع قاسم سليماني ومع الامام الخامنئي. عندك مشكله؟ تكلمني انا؟ ما عنديش انا اي مشكله، هذا هو اللي بيتحدى ما لك بتسوي حركات. قال خط احمر، يعني انا قصدي ان السياده خط احمر. طلعت وردي مناسب لك الوردين. طلع الفريق واللاعبين والمدرب والممول ورئيس النادي والكتالوج كامل طلعوا كلهم من ايران. ايش عاد باقي الا اللغه؟ ديج خورشید یقینی شده بودیم به املای محمد اما نرسیدیم به معنای محمد. هر اون چه که دارند لا حول ولا قوة الا محمد. لا حول ولا قوة وحسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا محمد. سيادة وين يا محمد؟ خورشيدين خربان يا محمد. تتحدى ليش يا محمد؟ اصمت ولا كلمة محمد. بس ما معانا إلا حول ولا قوة إلا بالله محمد. ما شاء الله والثورة، ما شاء الله والسيادة، ما شاء الله والجمهورية، ما شاء الله والولاء الوطني. سبحان الله العظيم. طلعوا الجماعة كلهم نفخر ونسعد ونتشرف ويسعدنا ونشهد حتى خالد. أنا خالد أني أعتقده من أولياء الله وأعلام الهدى. خالد خلاص، إيش رأيي ورأيك أمام خالد؟ خالد شهد للخميني أنه ولي من أولياء الله، انتهى كل شيء. الآن الخميني يحتفظ بهذا الشهادة في السي في. خالد قال أنا ولي من أولياء الله، هو صدق هذا وطلع. يا خالد، رغم هذا أنا لازلت مؤمن أن الكابتن عبد الدين زيدان بيفعل هدف. دولة قط المسمار. ثم الدولة دولة قط المسمار. إنه والله إنه عامل قط المسمار. قد أصبح اليمن يشكل رقم قياسي في الجانب الأمني. في الجانب الأمني الملاذ الآمن هي صنعاء. النظام والقانون والأمن والأمان في صنعاء. هناك يقظة. يأتوا كلهم الآن من جميع المحافظات، كلهم لن ينزحوا إلى تحت نظام حكم صنعاء. اغتيالات في صنعاء ما فيش. الجانب الأمني اليمني ألقى جهاز أمني على صنعاء. وأصبحت صنعاء وليست مبالغة من أأمن عواصم العالم رغم الفقر والجوع. سهل الجوع والفقر، ايش فيها؟ اهم شيء انك تمشي في امن وامان. دوخ في الشارع 7 أيام ما حد يكلمك، ايش من نعمه؟ وتقوم وانت متاكد 100% ان جيوبك ما حد لمسه. ليش؟ فاضية حراف، ما فيش ولا حاجه. لا 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 لا، اسمح لي اختلف معك في هذا النقطه. وداعا للخوف، وداعا للفوضى، وداعا للنهب والهبش والسلب، وداعا للاغتيالات. الان عصر الامن والامان. أمن يقط المسمار. تخيل جماعة إلى أي درجة وصلت من الأمن والأمان. لدينا لجان غاز من اللجنة الاقتصادية العليا، الأمن والمخابرات، أمانة العاصمة، الشركة اليمنية للغاز. احنا بننزل الكشف بموجب هذه الأسماء الأحياء والحارات. أقصد الأمن والمخابرات والكذا في توزيع الغاز ما يحتاج. حلوة ما يحتاج، لا يحتاج، يحتاج ونص. هي دبة سيد. الحمد لله أن كشف الغاز ما عرضش على مجلس الأمن ولا محكمة الجنايات الدولية. المفروض أنهم يطلعوا لمن توصل. هي دبة غاز. تخيل دبة غاز تعرض على من؟ لجان الغاز، المؤسسة الاقتصادية، المخابرات، الأمن، أمانة العاصمة، الشركة اليمنية للغاز. أنا متخيل شكل الدبة الغاز وهؤلاء كلهم محتشدين حولها، والرعب والماسكات، كل دبة ماسكة في صاحب الطاقة. لا تفتجعوش. الدبة الغاز تقول ايش في بطني لهم؟ إن شوية غاز الآن في الشين توصل للبيت من 20 لتر قديل لترين.
خرجين عرق وفجايع في الطريق، لعيشة مخابرات على عيشة. بس مع هذا ثمة الدولة باين خرجوا كلهم عشان دبة غاز، شوف عليها فرغة. بس للأمانة الآن يستحقوا، الآن الوقت المناسب للكاس. أين الكاس؟ شيل 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 يا طويل العمر، شيل شيل يا طويل العمر، شيل شيل البطولة، شيل شيل البطولة، شيل. ما طلعش هدف، متأكد. أعيد وأكرر، كل شيء مسجل، تعال شوف بنفسك. حسن زيد اغتيل برصاص مسلحين مجهولين في العاصمة صنعاء. جريمة إعدام القاضي محمد طان بعد اختطافه من قبل الميليشيا الحوثية. مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الشيخ ناصر عبد الله طماح الكميم بالقرب من الحي الذي يسكنه في منطقة دار السلم. مسلحين مجهولين اغتالوا الدكتور والأكاديمي محمد نعيم في شارع تونس وسط العاصمة. وفي صنعاء قتل اللواء درهم نعمان الحكيمي برصاص مسلحين مجهولين. في حي الجوية بصنعاء اللي يشتكي يقول انه جاءوا اعتدوا على بيته بالقذائف الأربي. هذه مناشدة وشوفوا. اعتدت عصابة أراضي على منزلنا الذي نسكنه منذ 12 عام، وقاموا بترويع النساء والأطفال وإخراجهم ونهب كل محتويات المنزل وقصفها بالآربيجي وتهديمه وإحراقه بشكل كامل. شخص واحد عصد شخص واحد ما حس كيلو. ما حس كيلو؟ ليش ما حس كيلو؟ وين حقك الجيش والمخابرات والأمن والدولة الذي بتقول؟ ما قدروش يأمنوا بيت واحد مواطن، وبعد الدباب الغاز خرجوا كلهم، تهباش لهذا ونتف لهذا وضرائب لهذا، بس يأمنوهم ما يقدروش. يلا 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 يلا، ما لكم يا استو؟ ما هو الإحباط؟ في هدف مضمون، في بلنتي في 90 مستحيل يضيع. الوضع المعيشي للمواطن، هذا الهدف شغلون أصحابكم من وعدهم في صعدة، جلستوا تدربوا عليه سنين، معقول نسيتوه؟ الآن دوره، المدرب راكن عليه، انطلقوا. إذا سقطت الجرعة كل أبناء هذا البلد سيستفيدون. أما النصر الاقتصادي فقد دخل حيز التحقيق، رفع مستوى الأجور، وبدأت ملامحه تلوح في أفق من العمل المتواصل. وفي المقدمة الفقراء بإذن الله سيعمل على ما يسمى القضاء على الفقر، أيضا من خلال توفير فرص العمل الجادة. من حقه أن يعيش الحياة الكريمة. فهناك فضاءات شاسعة للاستثمار وفق خطط مدروسة، وكذلك معالجات لصالح كل الفئات المتضررة والمعانية من أبناء شعبنا اليمني. وعما قريب بإذن الله سيرى العالم عظمة القائد وجدارة أنصاره. شيل 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 يا طويل العمر، شيل شيل يا طويل العمر، شيل شيل البطولة، شيل شيل البطولة. ايش فيه؟ لا تسرف في الفرح، مش هدف. اي انا يعني ايش اسوي لك؟ وين وريني ايش تشوف؟ عندنا انهيار اقتصادي، العملة تدهورت، غلاء دعس الدعس. أكبر أزمة إنسانية هي موجودة بالعالم في اليمن. الشعب اليمني الذي صار يشتري الزيت داخل قرطاس. 7 مليون في اليمن عايشين باليوم على وجبة واحدة. صار يفتح صاحب البقالة يفتح الحبة الصلصة ويبيع لك منه خدفة. الأطفال بتموت كل 10 دقائق طفل. الشعب اليمني الذي كان يشتري الرز بالأكياس ورجع يشتروه بالقطم ورجع يشتروه بالكيلو، قد يشتروه الآن هكذا. ما لنا ايد. قوة شرائية ضعفت عند الناس والناس بدون مرتبات. الشعب بغير مرتبات، الناس ضباحة، الناس حالتهم حالة، الناس ما معهمش قيمة رز ولا قيمة سكر ولا قيمة طحين. أما المدارس الحكومية فلا يوجد، كل 4 كتب ال50 طالب في الفصل. الأسعار مرتفعة، المهم نحن نظهر في التلفزيون. تتفاخر الحكومة أنه ارتفاع معدل البطالة، ارتفاع نسبة الفقر. لم نستطع الإيفاء بنصف الراتب كما وجهنا سابقا. وفرح يعني ما قدرش تدبر نص راتب، ليش تعمل نفسك لاعب وتنزل للملعب وما تقدرش؟ خليك في البيت. وين جابي وروحي؟ قلت لي النصر الاقتصادي وين وصل؟ فقد دخل حيز التحقيق، وصل الحياز، وليش ما يكمل وقد نبينا الناس؟ حياز الله. بس لحظة نكون منصفين، يمكن المشكلة ما فيش دعم ولا موارد. 11 مليار ريال وكسور لأول مرة
في تاريخ أمانة العاصمة تكون هذه التحصيلات الكبيرة. طيب أين نزلت هذه؟ حتى الإيرادات الآن أصبحت أضعاف الأضعاف. هناك ضرائب، جمارك، زكاة، جبايات من في كل الأشياء الآن أصبحت خارج نطاق القانون. مليارات تقبع، مليارات، وأنا مسؤول عن كلامي ولا خرجوني التحرير. مليارات تقبع يوميا وأسبوعيا وشهريا. أين الثقبة هذا الذي دخلت فيها المليارات ولم تخرج؟ شوف يا عزيزي، أنا أعددت لك المكان الذي بتدخل فيها المليارات هذه كلها، بس الثقب عليك. بس خلونا نتكلم من جد. أم بتصير هذا المليارات الذي تجبى بيقول لك يوميا مليارات، وين بتروح؟ ولا من أمانة العاصمة لحالها كم؟ 11 مليار. 11 مليار من أمانة العاصمة لحالها، من الأمانة. أمانة سألكم بالله أم بتصير دريت. الآن صنعاء وما حولها جديد، دبي 2، الدوحة 3، منهاتن 4. تغيرت تماما الآن الجسور والمدارس والقطارات وناطحات السحاب والمستشفيات والخدمات العامة والطرقات، كل شيء قد تغير جذريا، بس هم بيخفوا عشان العين ولا يذهب الأجر. أكد لك أن أمانة العاصمة هي الوجه الحضاري. أنت تعرف بأنه يد تبني ويد تحمي. أصبحت أمانة العاصمة زهرة الجمهورية اليمنية. أكيد زهرة الجمهورية اليمنية. 11 مليار ترجع زهرة شبابي أنا، مبلغ هائل. شوقتوا الناس اللي خارج صنعاء، ورونا هذا زهرة الجمهورية. وكانت آخر الإحصائيات تحدثت عن وجود 80,000 كلب تقريبا في أمانة العاصمة وحدها. أشوف النظافة، والله إنني ما قد رأيت أمانة العاصمة بهذا السوء من النظافة في عمري كله. 49 شخص قتلوا خلال عام بسبب عضات الكلاب. الكلاب الضالة كذي خيرة. غزت شوارعها آلاف الكلاب الضالة. العاصمة اليمنية صنعاء تعيش وضعا بيئيا مترديا. شوفوا هذه مجاري أمانة العاصمة، هذا سائلة صنعاء بتفور المجاري فوران. شفت كيف خلوا زهرة الجمهورية؟ كم داخل العاصمة صنعاء كلاب؟ 80,000 كلب تقريبا. 80,000 كلب داخل العاصمة لحالها. أنجا حمود، بتسمع هذا الإحصائيات بيوصلك هذا الأخبار. أطهر من خلق الله في أرض أنصار الله. أنت ما عاد تبطلش الخرطة هذا إلا لما يجوا لك لا داخل الاستديو، وبعدها تؤمن وتقول لا إله إلا الله. وأنت بتسجل في برنامج لايف وحصل ودخل كلب لا داخل الاستوديو. ماناش داري كيف دخل من الصالة الأولى إلى الثانية إلى ما بصرت. لا دخل أنا فوق الماسة بين أتكلم وابصر كباري، دخل بعدك هل كنت أقول وأنا بين أقول أيها الناس أيها الشعب لنخرج جميعا إلى وكنت أبصر وأشر المخرج وهو مخزن فوق المكسر ولا بيسوي. كنت أسأل نفسي إذا حفحف الكلب إيش أقول للناس؟ إيش تقول له يعني؟ خطاب، كلمة هامة. هذا من قوة الخرطة. تخيل الكلب جاي يتأكد بنفسه من هو هذا الذي بيخرط هذا الخرطة. طلع من الدرج ومن عند المخرج ولا كلم حد، جاء عندك رأسا يتأكد من الموضوع. قصدك ان المخرج والحرس والكل ما شافوش؟ لا شافوا، بس قالوا اطلع شوف لنا هذا الخرطة جامدة، لا تكررها. أطهر من خلق الله في أرض أنصار الله. أنا اشتهي الدلخ الكبير، الدلخ حقهم هذا الذي كان يوزع وعود، كان يصرفن من وعاده في مران لا صنعاء. وين جت هذه الوعود؟ ها؟ الدلخ شخصيا معنا. ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية عبد الملك الحوثي. السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي، مسدوا ظهرك. مسدوا أنتوا حانب بحقك السيد. أقول لك وعود، الناس 30 مليون طلعت تخرط أمامهم. وين جت هذه الوعود؟ أنت حانب لي بالسيد. منين سيد؟ على من استند؟ استندت على حسين أخي. أيوة، وحسين أخوك من على إيش استند؟ حسين أخي كان يشتي يستند بس ما لحق يستند. سنده في ظهر سنده في جبل مران، ما تحرك بعدها. لا رحب من سنده. طيب ايش عملت في 9 سنوات؟ ايش قدمت للناس وللمواطنين؟ ايش اهم انجازاتك؟ عددها لي. هزمنا الإمبريالية الأمريكية الجيوسياسية
وسحقنا الغطرسة الشيوعية التقدمية والتأخرية وخفع. بس ما هو الشعار حقك؟ هزمنا الإمبريالية. من الإمبريالية؟ ما لعبوش الإمبريالية. اهزم لنا الفقر وقلت تهزم الجرعة، ولا عملت حاجة. 9 سنين ولا هدف. وبعدها أنت رفعت شعار عجبت لمن لم يجد قوت يومه كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. أيا شاهرا سيفه، حرام لا أطعنك في لقفك أنت وهذا الذي يشهر سيفه. صرفنا لكل مواطن يمني ربع راتب قبل 4 سنوات. وين وديتوه؟ أكلتوه؟ أيش هذا الإسراف والبذخ؟ ما قصرتوا، ربع راتب. طيب مستقبلا أنت كعبد الملك شخصيا، هل معك خطط؟ هل معك حاجة تقدمها للمواطن؟ هل في شيء جديد؟ سؤال جميل جدا. على المستوى الشخصي عندي ألبوم بينزل قريب بعنوان ضحكت عليكم. هذا ألبوم ألحانه كلها مسروقة، سرقها أبو علي الحاكم. تخصصه التوزيع محمد علي الحوثي. محمد علي الحوثي موزع؟ أيوة، موزع من زمان، وزع لكل الفنانين اليمنيين. أكد أنه وزع لكل الفنانين اليمنيين؟ أيوة، وزع لهم جات وكاميران ودلسي. حلوة. طيب أنت تشوف نفسك بعد سنين؟ والله هذا يعتمد على اليمنيين، إما ولي من أولياء الله مثل الخميني في إيران، أو بعد حسين أخي، وأنا أحس إنها الثانية. وبيني وبينك قد فقدت حسين. قد فقدت موت كأشتي أبصره ويتخطى من بعيد أشكره. بس طيب سؤال أخير، التصفيات النهائية بينك وبين شباب الجمهورية، ناويين لك نية يمسحوا بك وبفريقك البلاط؟ حرام إنك شرخت راسي. طفي. يدي تخبلت. طفي حرام إنك عدوان. طفي، أقول طفي. حرام لا سجينك أنت والمصور. طفي. ما لا، هذا عدو خبر. كيف تفعل في المباراة؟ والله أعتذر، ما عاد دريت كيف أسوي. حاول تطلع هدف بأي وسيلة، أي هدف. رجعنا للفار، خالطنا، حاولنا منهم ولا شيء. حتى هدف مثل حق كريستيانو عبد الملك ترشاها بشعر بالعمامة حقه ما سبرش. وأنا أعتذر منك والكل، والله إني حاولت قصدي تغالط مشي معنا نطلع بهدف 9 سنوات ولا طلع شيء. لا رواتب، لا اقتصاد، لا حقوق، لا حريات، لا نهضة، لا تنمية، ولا شيء. طيب ولا هدف واحد نجحتوا فيه؟ مالك أنت؟ في هدف. تسلل، لا تفرح زيادة، أنا داري بهم. أقول لك والله هدف. يا عمي لا تتعبش راسي، ما بش ولا يهدف ولا يطلع منهم شيء. خلينا نختم. لحظة سكيوز مي، الشيء الواضح واضح. هذا هدف 100%، هدف نظيف. أشوف. أرسلنا السيد له منطقة، يعني له محافظة من المحافظات، قال يجي السنفا، وبعضنا بعض الخبراء ساروا لا قرية ما عبينها إلا النساء وقليل من الشباب قد استشهدوا لقدم في الجبهة. صار في ذي القرية يوعظ، قال السيد اتركوا لهم من عجعوا لهم، لا يجي وانتم جالسين لا توعظوا والذي قدماه قد كملوا شهداء. موضوع القتال هذا هو أمنية لنا وهو أساس المسيرة. في كل المديريات يوميا الناس شيعوا. قد الشعب اليمني كله ما وصار شهداء، إذا ما هو كله فهو الثلثين. والكثير من أبناء هذا الشعب إما هو أب للشهيد أو أخ للشهيد أو ابن للشهيد أو رفيق للشهيد أو قريب للشهيد أو صديق للشهيد. والذي ما قد لحق الجبهة ما لها مفتوحة، بعد الكل. هذا الهدف الذي لا غبار عليه، لا عاد يحتاج لا فار ولا تحكيم. 9 سنين وهذا الهدف الوحيد الذي تحقق.
أخيرا، واهم من يظن أن الميليشيا تبني وطن أو تصنع نهضة أو تشيد مدرسة أو تفتتح مشفى أو توفر راتب أو تحمي حقوق أو تحافظ على سيادة أو توفي بوعد أو تساهم في أي مشروع حياة. الميليشيا دائما وأبدا مشروعها وبضاعتها ومنتجها الوحيد هو الموت، تتفانى وتتفنن في توزيعه إلى كل بيت. في أمان الله.